أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير الخاص. ليلة بيضاء عاشتها ساكنة حي البام بمدينة القنيطرة بعدما تحول الهدوء فجأة إلى حالة من الرعب والذعر. فيديو تم تداوله بشكل واسع يوثق لحظات اعتداء شنيع قام به شخص في حالة غير طبيعية، حيث لم يسلم منه البشر ولا الحجر. كما تشاهدون في هذه الصور الصادمة، يظهر شخص يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير وهو يقوم بتكسير زجاج السيارات المركونة في الشارع العام. الشهود العيان ومصادر محلية أكدت أن الجاني فقد السيطرة على أعصابه وبدأ في تخريب الممتلكات العامة والخاصة بشكل عشوائي وسط صراخ واستغاثة الساكنة التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الانفلات. هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها أحياء مدينة القنيطرة، حيث تعاني بعض المناطق من تنامي ظاهرة التشرميل واعتداءات ذوي السوابق القضائية، خاصة تحت تأثير المؤثرات العقلية أو القرقوبي. الساكنة في حي البام والعديد من الأحياء المجاورة أطلقت نداءات استغاثة متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتكثيف الدوريات الأمنية الليلية ووضع حد لمثل هذه التصرفات الإجرامية التي تضرب في العمق الشعور بالأمن والأمان. قانونيا يواجه المتورط في مثل هذه الأفعال عقوبات حبسية ثقيلة بتهم تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى تهمة التخريب العمدي للممتلكات الغير. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.